كيما قالوا جماعة يفهموا لها. اللغة التونسية كيما صحفة اللبليبي، تخلويذة من برشا حاجات ومن برشا بلايص، مخلطة من أمازيغي، عربي، تركي، فرنسي وإيطاليان، وفيها زادة البربر، البونيقي واللاتان. هذاك علاش ما نتصورش كان ما فماش واحد قال كلمة تونسية على الطاير وما شبهش عليها بكلمة من لهجة أخرى. الناس كان عندهم السكيلز لان تعدت برشا حضارات انه لساني ينجم في سعيخه على اكثر من لغه، نحكيو بالفرنسي وانجلي وايطاليان واسبانيول وشويه عربي وشويه امازيغي وكلهم مع بعضهم اللي بالمح منيك انت تكشف لصارمي وينكشف لك تياب. وعلى خاطر مجموعة كبيرة من الأشخاص يحكيوها، الدارجة التونسية العلماء مصنفينها كلغة حية وتتطور مع الوقت كيما أي لغة معناها، ونجموا ناخذوا الأنجلي كإكزامبل لهنا. هي لغة نتواصلوا بها يوميا، لكن نكتبوا بها الأدب زاد. وقت اللي توصل تكتب الأدب بلهجة يعني أنت ارتقيت بها إلى مستوى أعلى من مجرد أنه التواصل اليومي البسيط باش نوصل لك مجرد كلمة. أما فما نظريات أخرى ترفض أنه تصنف الدارجة كلغة على خاطر ماهيش اوفيسيال وما ترتقيش المواصفات اللغات الأخرى. احنا نحكيو على اللهجة التونسية، الدارجة التونسية اللي هي تنتمي إلى اللغة العربية كيف الدارجات العربية الكل. كما سمعنا السؤال اللي لتوا قاعد يتطرح، اسكو نجموا نقولوا على التونسي لغة ولا الحكاية ما تركبش؟ اللهجة هي دارجة، يعني اللهجة يعني العاميات. اللغة واللهجة نتكلموا بها، احنا اللغة اللي نتكلم بها معناتها كما نقولوا اللي قريناها اللغة من الآخر. اللغة حاجة واللهجة نتاعنا حاجة أخرى، خاطر لهجتنا كلها مكسرة، فهمت؟ فرق اللغة العربية هي الأم، هي الأصل، هي التاريخ، هي الهوية نتاعنا، والدارجة هي لغة مصطنعة تاع توانسة يفهموا بعضهم بها معناها. نبداو نفهموا اللغة بصفة عامة اللي هي وسيلة متاع تواصل بين الناس، كما عرفها ابن الجيني اللي قال: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وكان نرجعوا بكم التالي بأمور تاريخ نلقاو إنه اللغة حاجة قديمة برشا، وتاريخها يرجع لآلاف السنين قبل الميلاد، وين أول لغة كانوا يتواصلوا بها في العالم كانت مكتوبة، واللي هي الكتيبة المسمارية اللي بدات في بلاد الرافدين العراق حاليا 3500 سنة قبل الميلاد، ومعها اللغة الهيروغليفية اللي كونسيديري هي زادة من أقدم اللغات اللي توجدت. اللغات هذم عاونوا على الآخر في تطور الإنسان والحضارات، أما مع الوقت ما عادش اللغة اوتي دو كوميونيكاسيون وكهو، ولات اوتي باش توري بها الهوية متاعك، ثقافتك، تراثك وحتى دينك. ينحاما فشانو يربطنا تشرنيبتا همدني ينحاما يرارو هندنتود ناتشر. كيف نجيو توا للدارجة اللي هي بجودها طريقة متاع تواصل بين الناس، وتكون بسيطة وكلماتها سهلة، على الأقل أسهل برشا من اللغة الرسمية متاع البلاد، مادام نقولوا أداة تواصل وطريقة باش نوصلوا بها المعلومة، مادام نقولوا لغة. أول ما نستعمل الدارجة هم الصوفيين في القرن 17 باش يكتبوا توسكي عنده علاقة بالمدائح والأذكار. من الاستعمالات بتاع الدارجة اللي صارت هو استعماله في النضال الوطني من قبل الحزب الدستوري الجديد، فعنده علاقة باستعمال الدارجة في مسألة عندها علاقة بالتواصل مع الشعب التونسي وتعميم الفكرة متاع النضال الوطني لدى عموم الشعب، على خاطر تأدي في الوظائف متاعها التواصلية وتعبر على أفكارهم وتعزز الرابط الاجتماعي اللي بيناتهم. كيما عنا احنا دارجتنا التونسية تخلي التونسي معروف بارتو، وتنجم تطلعوا اللي هو تونسي من لغته واللاكسون تاعو. لم بقتاجك وتخرج عليا كرمك الله بالدار، بعدها كرمك الله ماكش تدفع
معايا في الزبله والخروبه. ثانيا كرمك الله انت ما توحشتنيش، ما جيتنيش ليانا، جيت نزيش لصلوسه هالعايق القطعي اللي سخطني به الكيلو بوسطه في شهر رمضان الفتيل ينفخ لي في انفاسي كرمك الله. هذاك علاش كيف نقولوا لهجه نقولوا هويه، على خاطر من الاكسون تاعك وطريقتك نتاع الحديث نجم نعرف الأما رقعة جغرافية تنتمي. أما توا زعما علاش في برشا بلدان نلقاو إنه اللغة الرسمية نتاع الدولة مش كيما اللغة الدارجة نتاعها. هذه المسالك في الواقع هدفها فقط الاحتكار والتحكم في الأسعار والتجويع، وهناك اعترافات موثقة. كيما عنا احنا لغتنا الرسمية هي العربية، اللغة المذكورة في دستور الدولة ومعاملتها الرسمية مع مواطنيها، وتلقاها مستعملة في الإدارات والأجهزة متاع الدولة ولا حتى في الخطابات متاع السياسيين باش تعطي تصويرة فورمال. كلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات وأنا فهمتكم. نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع. زعما هذا اللي يخلي عنا أزمة هوية، على خاطر التونسي ماهوش كونسيديري كوم اللغة الأوفيسيال متاع الدولة، خاصة إنه لغتنا كما قلنا مزيج متكامل من برشا لغات أخرى. ولكن بالطبيعة فما برشا حاجات أخرين، فما بيان سور كلمات من الأمازيغية، فما مثلا أجزاء نتاع كلمات موجودة مثلا من اللغة التركية كما قهويجي، مرماجي، جي هذيك اللي في الآخر. ثم كلمات جاية من اللغة الفرنسية على خاطر تونس عاشت في الاستعمار الفرنسي. معناتها فما بالطبيعة مزيج هذاك يعود للتاريخ نتاع تونس وللحضارات والثقافات والأمم اللي مرت على تونس. وكان نخرجوا من الكونتكست التونسي شويه وناخذوا مثلا الكام تاع الجزائر وين 21% من السكان يحكيوا اللغه الامازيغيه اللي هي التمازيغ. اما سنين بعد الاستقلال الدوله الجزائريه ما قعدت مستعرفه كان بالعربي كوم كوا باش تحافظ على الوحده الوطنيه. المشكله في الجزائر انه اغلبيه القوابليه ما يحكيوش بالعربي، يا اخي يهبطوا للشارع ومن اكبر المطالب نتاعهم الاعتراف بلغتهم. في 2016 الدولة الجزائرية استعرفت باللغة الأمازيغية. الحقيقة كيف نغزروا للموضوع نفهموا انه براتيكمون نجم نقولوا على التونسي لغة مادام يأدي في نفس الوظائف متاع أي لغة وقادر انه يوصل معلومة وزيد معترف به من مجموعة من الناس اللي اتفقت عليه باش يبريزونتي الهوية متاعها باش ثقافتهم ما تتفسخش. اما اهالي الاختصاص يقولوا انه ماهوش بالساهل نجموا نحكيو على لغة على خاطر ما فماش دراسات واضحة وقواعد اللي تنظم التونسي لحد الان. اما كيف نعملوا طلع نلقاو انه فما شلة كاسحة قاعدة تخمم في الموضوع عندها توا سنين وبرجولية اللي فور اللي عاملينه يخليونا نقولوا انه ما فما حتى شيء امبوسيبل. كيما ديكسيونير متاع اللغة التونسية دارجة نينجا مثلا عندهم باز دو دوني كبيرة وابديتد نلقاو فيها المعنى لوريجين والصوت متاع أي كلمة تونسية. وسي رمزي مثلا خدم الألفابي كامل أما بليلات خلاتين وديفلوبا كلافيي تونسي تنجم تيليشارجيها على التليفون. وفما زادة ديزارتيكل كتبوا على اللغة التونسية ودرسوها بجوانبها الكل. الحقيقة عملنا هالارتيكل عام 2016 باش نبينوا أهمية استعمال دارجة في عدة مجالات كما مثلا مجال الصحة، التعليم، الصناعة، التجارة إلى آخره. اما احنا ناكدوا انه ما فماش كونسنسوس على التونسي كلغه على خاطر كيما رينا من الاول ناس تأيد الفكره وتقول انه التونسي لغه مادامو اداه تواصل متفق بها عند العباد ويتحكي بين 12 مليون تونسي. وفما كاتيجوري اخرى اللي يقولوا انه التونسي دارجه وما ينجمش يكون لغه على خاطر افكتيفمون قواعده مشتركه مع العربيه وماهوش كيان قائم الذات. والراي هذا يقولوا عليه انه راي تبني عن خوف من عقليه استعماريه متاع ان نستعرفوا كل الدارجات كلغه
وهكاكا يولي كل واحد يضرب على دربوه بالمعنى الحرفي متاع الجملة باش يثبت هويته بين العالم ويفرض وجود الدولة متاعه. فاللغة تخلينا نفهموا إلى حد ما طريقة تفكير مجتمع معين، طريقة تعاملهم مع الأشياء، والفرق بين المجتمعات أو الفرق بين مجموعات حتى داخل مجتمع واحد نجم نعتبروه متناسق إلى غير ذلك. نهار اللي تفكر أنك تخلق تواصل مع الآخر، تواصل بناء، تنتفي فكرة أزمة هوية من راسك ومن الديسكور نتاعك بصفة عامة، من خطابك. من هنا ولا الموضوع يتحكي بلغة أخرى، لغة تخليك تسأل روحك اسكو لازمنا نركزوا أمورنا قبل ما ننفتحوا على الحضارات الأخرى ونحكيوا لغتهم، خاطر نتصور حسب برشا منا كان يركزوا في الموضوع شوية النوايا تنجم تختلف، ومن اللي تكون لغة ثقافة وتحضر تولي لغة استعمار وهيمنة.